استخدام الجار يعني زي ما فهمت من حضرتك هو الاستخدام مفرط، دي نقطه، واستخدام غير كامل ومش في مجاله. لا مش في مجاله وغير كامل. غير كامل بقى يوم ما احتاجه. يبقى انا محتاج اقول له بس خد المضاد الحيوي 10 ايام 20 يوم اسبوعين يوم هو اول وعلى فكره 64% من الناس بشكل عام في العالم بيعتقدوا ان هو هيفيدهم في البرد والانفلونزا، 32% هيوقفوه حتى لو نزل الحراره نزلت على طول يوم يومين يبطل، يقول لك عايز يوفر مش مقتنع مش عايز. يبقى ده خطا كبير، الخطا الكبير ده بيخلي بعد كده البكتيريا اللي هتحيا بيبقى عندها خبره وبالتالي هترجع تاني وهتعمل عدوى جديده وتعمل لي مشكله. طب المهاره دي بتبقى محتاجه ايه؟ تغيير نوع المضاد الحيوي في كل لا لا لا, لا المهاره دي عايزه خبره، نمره واحد خبره الطبيب، ثقافه، الثلاثه بقى في حاجه مهمه جدا، المضاد الحيوي مش بس عند الصيدليه، ده موجود في المزارع، موجود في الاسماك، موجود حتى في البيئه متلوثه، حتى في المحيطات، واصبحت حتى الهواء يبقى في المضاد الحيوي وصل المحيط ووصل يعني البحار. يعني ايه المضاد الحيوي موجود في الاماكن دي كلها؟ ليه بقى؟ طيب مش في صرف صحي، فعملوا دراسه في الهند على الصرف الصحي من المستشفيات، وجدوا ان ممكن الكائنات البحريه الاسماك والقشريات وغيره والزحالف وثعابين البحر كلها يبقى فيها مضادات حيويه، ودي تاخدها تنقلها لحيوانات اخرى، تنقلها للانسان، يبقى المضاد الحيوي اصبح منتشر جدا وحجم استخدام 250,000 طن. بس البكتيريا الموجوده في البيئه دي خدت المضاد الحيوي ما طلع في المستشفى وراح في البحر، راح في المحيط، فاصبح ملوث الكائنات دي، مش هيعمل لها حاجه، بل هتبقى عامل زي المزرعه، هتاخده وتخلي البكتيريا يتعود عليه، بعد كده هيطلع جينات من البكتيريا دي هتطلع في الناحيه الثانيه هتاثر لي على اللي هيتعرض هنا دي البكتيريا في المستقبل، واصبح دلوقتي مصادر العدوى او مصادر البكتيريا المقاومه للمضادات هيبقى من انسان، من حيوان، من لبن، من دم، من احشاء، من لحمه، من حاجه جايه مستورده وهكذا.